الو. ماشي عراوي. يا صاحب عامل ايه؟ الحمد لله. ايه يا ابني مال صوت؟ امي تعبانه قوي يا صاحبي ومفيش معايا بس اجيب لها علاج. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف والله يا صاحبي، مش معاك 20 سنه. طب ماشي سيب لي ساعة وهجيلك، ساعة بس وهجيلك. ماشي يا صاحبي. ماشي يا صاحبي بس بالله عليك ما تاخر عليا. ماشي يا صاحبي. صاحبي التلاج اضرب الخمر ده اجنبي. كمان تليفونك مغلق. لا صاحبي الحمد لله تمام. انت فين يا عم؟ والله يا صاحبي موجود اهوت. شفت يا اجنبي؟ والله برن على الصبح ما برد عليه. لا والله. خلاص مش ده في حاجه ولا ايه؟ والله يا صاحبي كنت عايز مصلحتي. خير يعني؟ ايه يا صاحبي؟ خلاص لو جينا اقول انت سالت عني. مش لا شاء الله. شفتش اصلا اجنبي؟ لا ما شفتش والله. ما اعرفش ايه فين. مش عارف. خلاص يا اسطى لو شفت امي مش هراسل عليها. ماشي الله يشترك مش عارف. حبيب قلبي يا صاحبي يا طه. لا والله الاجنبي بقى اليومين لا والله. العظيم. انا كنت الصبح كان معدي من الصبح. لا انا برن عليه بقى لي يومين تليفونه مش مجمع شبكه ومغلق او غير متاح. ممكن راح فين في يعني؟ حاجه ولا ايه؟ والله كنت قصدي في مشوار كده فبشوف لسه في ان كده. شاء الله. خلاص يا صاحبي عدى له مش هراسل عليها. خلاص اي حاجه حبيبي يا فريق تشرف يا فريق. ما اعرفش راح فين. والله ما شفته من ساعتها. ماشي يا اسطى ان شاء الله لو شفت امه مش هراسل عليها. ماشي يا أجنبي، أنا كنت فاكرك أبويا وأخويا وكل صاحبي وكل حاجة في دنيتي، وأول ما اتزنق في حاجة تسيبني. ده أنت أول واحد أنا جريت عليه في مشكلتي. يا خسارة، كان نفسي تطلع صاحب تمام. يلا هنا يا اسطى. لا استنينا من زمان. يا عم والله قاعد الصبح مش ليه؟ لا والله يا عم انا كنت لسه تبعني ليه؟ ما لقيتش معاهم ما خدش نتيجة. بعت التليفون بتاعي اصلا. بجد والله انا التليفون بتاعك عشان ايه؟ انا يا اسطى في اليوم. سلام يا صاحبي. ماشي يا باشا والله حرام. صح. على ايه اصلا؟ اصل التليفون ده اللي بتطلع عليه.